تصلي العشاء، تطلع من المسجد ورايح بيتك كعادتك، وفجأة سيارة توقف جنبك، 3 أشخاص ينزلون يغطون وجهك، وتصحى في مكان مظلم ما تعرف وينك ولا ليش. هذه سالفة فيصل، شاب من عائلة محافظة في الكويت، عمره 27، محبوب في الحارة، يشتغل ويصلي وحياته طبيعية. بس بليلة وحده اختفى بدون أي أثر، لا جوال لا رسالة، والناس بدأت تحط احتمالات غريبة. فيصل كان ملتزم، وبعد صلاة العشاء طلع كعادته يمشي للبيت، وفي طريقه سيارة سوداء وقفت، وناس نزلوا بسرعة وخطفوا. أهله بلغوا الشرطة والكل تحرك بس بدون أي دليل. الكاميرات ما كانت شغالة والشارع هادي وما في أي شهود. مرت 3 أيام وأمه حالتها النفسية صارت تحت الصفر، والناس بدأت تتكلم، هل هو تورط أو أحد عنده ثار قديم؟ بس الحقيقة كانت أغرب من كل شيء. فيصل صحى في غرفة ضيقة مقيد وما يعرف شنو صاير. كل يوم يدخل عليه شخص ملثم يعطيه أكل ويسأله عن شيء اسمه الدفتر الأحمر، وفيصل ما يدري وش يقصدون. باليوم الرابع واحد منهم قاله أبوك اشتغل مع ناس زمان وسرق شيء مهم ودفنه وإحنا نبي نرجعه. فيصل مصدوم لأن أبوه متوفي من 5 سنوات وما قد سمع عن الموضوع. الشرطة حصلت خيط بسيط من أحد البقالات اللي صورت السيارة السوداء، تتبعوها واكتشفوا موقع مهجور خارج المدينة، وبهجمة مباغتة اقتحموا المكان وأنقذوا فيصل قبل ما يصير له شيء. وبعد التحقيق طلع الخاطفين مجموعة كانوا يشتغلون مع والد فيصل قبل 15 سنة، وكان في دفتر أسرار يخص صفقات ممنوعة، وأبو فيصل خباه علشان يحمي نفسه وأهله، ومات وهو شايل سره. بس ما توقع إن الماضي بيرجع يطارد ولده بعد كل هالسنين. القصة هذه تثبت إن بعض الأسرار تموت مع أصحابها، لكن أحياناً تطلع من القبر وتطارد الجيل اللي بعدهم. إذا شدتك القصة حط لايك واشترك وفعل الجرس، واكتب لنا في التعليقات وش كنت بتسوي لو كنت مكان فيصل؟ تسكت ولا تحفر ورا سر أبوك؟